يا صباح الفل، يا صباح الورد على الجميع. النهارده بقى يوم خفيف لطيف كده. اول يوم لولادي الاتنين مع بعض. ليه بقى؟ الاولاني الواد الصغير اللي بيروح الحضانة راح يوم السبت. تمام. بالنسبة بقى اللي في سنة رابعة، المدرسة ابتدت بتاعته يوم التلات. تمام، لان هما كانوا بيجهزوا بقى الفصول لسنة اولى حضانة وتانية حضانة واولى وتانية وتالتة ابتدائي. بالنسبة للباشا بقى راح يوم التلات. تمام. ده كان اول يوم لي، اول يوم بقى جاهز 2 لانش بوكس مع بعض. طبعا كان عشان امبارح ايه مكرونه بشاميل. فالباشا الصغير قال انا عايز اخد مكرونه معايا في اللانش بوكس. يا ابني يهديك يرضيك ما ينفعش. قال لي لا انا عايز. فتيجي ام فايه بقى هتضربنا دلوقتي. جبنا بقى اللانش بوكس اهوت جهزناه. والله يا جماعه انا ما كنت عايزه احط بس هو صمم. هناخد بقى ايه، واحده كده، واحده بس، خرطه واحده بس، مش هنحط له كتير يعني. تمام. يعني العيال دي غريبة، والله العظيم غريبة. والشوكة طبعا حطيتها له شوكة صغيرة. اللانش بوكس ده جاي مش معاه لا شوكة ولا معلقة لانه صغير. انا حبيت ان هو يبقى صغير عشان خاطر ايه بيتضايق. بيقول يا ماما لبسيني البنطلون. اتفضل. طبعا لازم المخلل، حتتين مخلل. مش هنكتر عشان هو احيانا بيبقى حراق وهو مش بياكل. طبعا بنجهز بقى السندوتشات للتاني. التاني مش عايز زي ده. والله العظيم العيال دي حكاية. انا عايز مكرونة. المعاناة دي هتبقى يوميا على الله. هي مش معاناة بالظبط يعني، بس برضو. ادي خيارة. مش رايح الشغل يا اخواتي؟ نسينا ايه؟ رقم واحد. رقم اتنين بقى. آه ده طبعا ليه دماغ تانية خالص. جبنة بقى ولانشون ولو في بقى فاكهة بلح برتقان اي حاجة من دي اللي عندك حطيه. بس بعيدين عن المكرونة. طبعا احنا كنا عاملين جبنة بلدي وهم رفضوا ان هم ياخدوا منها في ال في السندوتشات. ده بقى كيس الشيبسي من امبارح بالليل. وده رقاق وده خيار. ويلا بينا بقى. كل يوم كل يوم عايزين حاجة طرية. بسم الله. عايزة اقول لكم اصعب مرحلة الصبح هي تجهيز اللانش بوكس. ده اصعب حاجة. ليه بقى؟ اولا اللبن انا بغليه وبسخن القرص اللي انا عاملاها. ببقى حطاها في الفريزر، بطلعها اسخنها، بطلعها قبلها بوقت يعني. او انا وانا نازله الفجر كده باجي ايه مطلعه القرص على الترابيزه واجي مجهزه كل حاجه. تمام. إيه وباجي ايه عايزين فيها حاجه تمام، مش عايزين يعني عايزين في القرص جبنه او لانشون تمام، مش عايزين خلاص بياكلوها كده باللبن وخلاص. يعني بيسقوها كده في اللبن وخلاص. تمام. بالنسبة لللبس طبعا سهل. الكبير بيلبس نفسه والصغير انا بساعده. المشكلة بقى، المشكلة في الموضوع ده كله. يعني شوفوا انا معاكم بقالي قد ايه. لسه هنكمل 10 دقايق في تجهيز اللانش بوكس. انا مش عارفة والله. انا مش عارفة ايه ده. ده الواحد بيدخل يحلب البقرة ويطلع مش بيتعب التعب ده كله.
لا، وكل واحد دماغ معينة وكل واحد حاجة معينة ايه رايحة فين؟ ايه ده كله؟ طبعا في ايدين ما هيش رحمة نفسها. في ايدين مش رحمة نفسها خالص خالص. يلا يا ماما جهزي، يا ماما جهزي. بسم الله، بسم الله، توكلنا على الله. الحمد لله. ادي 2 كمان. انت اكلت سندوتشاتك النهارده؟ ادي 2 كمان. تمام، حاضر. وحش. تمام. هنحط ايه بقى؟ نسينا اي حاجه؟ احنا ناسيين حاجه؟ نسينا ايه؟ نسينا البرتقال يا عم. عارف. طبعا هنا معانا واحنا ايه ده؟ واحنا معانا كده جاب البرتقال. طبعا لازم الكوبايتين يبقوا زي بعض، لازم. طبعا هنا بقى بنجهز الفطار. انا كل ده كنت بغلي اللبن جنبي. انا بحب اشرب الشاي بلبن، وعودت ولادي ان هم يشربوه بالطريقه دي. مفيده وصحيه، بتحتفظي بكامل الفوائد اللي في اللبن. انما بقى الناس اللي بتروح تعمل شاي وبعدين تحط نص كوبايه شاي ونص كوبايه لبن، لا ما ينفعش. هو اللبن البقري اصلا خفيف، او اللبن عموما اللي بتشتروه من بره بيبقى خفيف، فما فيش داعي ان انت تزوديه اكتر تفقديه قيمته الغذائيه. كده بيبقى طعمه جميل. ممكن يبقى فيه كاكاو كده، يعني تغيير يعني. احنا كده كنا بنتخانق تمام على اللبس. طبعا حمو كبير اخد الفطار ساعدني. هنقشر بقى البرتقانه. الصغير واقف مش راضي يروح يفطر. بجد الواد ده زهقان. الواد الصغير ابو دماغ ناشف ده. طبعا اول مره نشتري برتقان السنه دي. هو ميزز شويه بس حلو. العيال حباه. حلو. متاكد؟ طيب. بركة. هنا بقى ايه؟ زي ما قلت لكم، هو البرتقان ميزز شويه بس هي العيال بتستطعمه وبتاكله يعني. طبعا انا يا ريتني جبت اللانش بوكس اللي هو المتقسم ده. طبعا هنا جنب الحاجات. تصدق يلا انا هجيب لكم اللانش بوكس المتقسم ده احسن. طبعا ممكن بقى لو عايزه ترحمي سندوتشات من ان في ميه، اي ميه من البرتقال او الخيار تعمل عليها، تبقى تحطها في كيس ابيض صغير. هنا طبعا الباشا بسم الله ما شاء الله يعني. جنبيها برضو انا مش تحت الخيار كده وعلى جنب كده. تمام كده حلو قوي. مش بقول لكم اصعب حاجه في الفطار، اصعب حاجه في الصبح اصلا تجهيزات اللانش بوكس. كده تمام، احنا جهزنا الاتنين. لايك وكومنت حلو كده، واشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل ما هو جديد. وادعمونا يا جماعه وشجعونا وعلوا اللينك القناه شويه كده، عشان كده مش نافع يعني، كده مش نافع خالص. باي. وربنا يقوي كل ام على الايام دي الصعبه دي، لان الولاد
كانوا بيناموا براحتهم ويصحوا براحتهم، بس دلوقتي بقى الموضوع مختلف خالص. والسلام عليكم ورحمة الله.